الوفاء عموما مش موجود كتير في كرة القدم. كلنا شفنا ستيرلينج اللي راح 4 أندية في البريمير ليج من التوب 6، يعني هو من التوب 6 راح 4 أندية. الوفاء عموما مش موجود برضه كتير. عمرك ما شفت لاعب مثلا راح من نادي رجع تاني نفس النادي مهما كان لف كتير. بس عندنا هنا 20 لاعب لفوا كتير في البريمير ليج، بس في الاول والاخر هم رجعوا النادي اللي هم بداوا فيه، ودول كباتن الفرقه بتاعتهم، ودول اللعيبه اللي هي بدات في النادي وفي الاخر خدت برضه في نفس النادي. انا زياد ماجد، واحنا النهارده جايين نتكلم عن 20 لاعب و20 كابتن ل 20 فريق في الدوري الانجليزي. جايين نتكلم عن اقدم لعيبه في كل الانديه في الدوري الانجليزي. نبدا من التوب 6 وبعد كده ننهي بالفرق اللي ممكن تنافس على الهبوط او الفرق اللي لسه صاعده. بس قبل ما ده كله ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس كل جديد. انا زياد ماجد ودي منداده، ويلا بينا نخش في الحلقه. نتكلم عن لعيبه ونتكلم عن انديه مش من التوب 6 قوي. فعندك هنا بورنموث عندك هنا اللاعب بتاعها هو سميث، هو كابتن الفريق من 2010. لعب 379 ماتش، واحد من اكتر اللعيبه اللي لعبت في القائمه بتاعتنا، ومن اكتر اللعيبه اللي لعبت في انديه في نادي واحد في البريمير ليج. ونروح بقى على النادي اللي بعده هو نادي ويست هام. في 2014 جابوا باك اسمه كريسويل لعب 350 ماتش. حاليا كريسويل ما بيلعبش، بس هو حرفيا هو قفل 350 وريح من بعديها. من الموسم اللي قبل اللي فات هو ما لعبش، الموسم اللي فات 90% من الماتشات ما لعبهاش، والموسم ده هو مش بادئ اصلا. فكريسويل قفل 350 ماتش وريح شويه على الدكه، واعتقد ان هو هيتباع قريب. نروح بقى النادي اللي بعده، والنادي اللي بعده هو ساوثهامبتون اللي عنده لاعب لف على ليفربول ولف على برايتون، وهو اصلا بادئ من عندهم في 2007. ادم لالانه لعب 367 ماتش مع ساوثهامبتون، 367 ماتش بس مع ساوثهامبتون. فتخيل يا معلم، هو لعب في برايتون ولعب في ليفربول ولعب في انديه كتير قوي في البريمير ليج. فادم لالانه شابوه ادم لالانه ان هو حاليا لسه بيلعب في البريمير ليج اصلا وعنده يقدمه وفي تشكيله ساوثهامبتون الاساسيه. ونروح للنادي اللي بعده، والنادي اللي بعده هو ايفرتون، عشان يبقى عندهم في 2010 لاعب اسمه كولمان. لا مش ده لاعب كولمان، هو ده كولمان. في 2010 لعب 424 ماتش. عيب يا جدع اما يبقى لاعب عنده 424 ماتش في فريق واحد مع بريمير ليج وتحط له صوره زي ديت وصوره زي ديت. فعيب يعني. كولمان محدش يعرف عنه حاجه حرفيا الا ان هو كولمان. يعني كولمان مش اسطوره في البريمير ليج ولا في ايفرتون، بس هو كمل في ايفرتون، واعتقد لو ما لعبش غير في ايفرتون. بس احنا بنتكلم دلوقتي ان هو لاعب في ايفرتون ولاعب كابتن نادي ايفرتون وحاليا موجود في ايفرتون، واكتر لعيب لعب ماتشات في ايفرتون واقدم لاعب في ايفرتون هو كولمان. ونروح النادي اللي بعده، عشان نروح للنادي اللي بعده وكريستال بالاس عندهم وورد ومش هقول لك بقى وورد واكسل سوري، عشان اما اقول لك وحش قوي عشان اما اقول لك ان هو لعب 362 ماتش من 2012 مع كريستال بالاس. ونروح النادي اللي بعده هو في وولفز. في 2010 جابوا لاعب اسمه مات دوهيرتي لعب 342 ماتش مع وولفز، وهو حرفيا لف على انديه في البريمير ليج زي توتنهام. محدش يعرف ان هو لف في توتنهام ما لعبش كتير قوي فيها، حتى اما لعب كان بيعمل فضايح لحد ما يرجع تاني وولفرهامبتون وكان بيلعب اساسي. هو ده بيت دوهيرتي الجلد الفانتسي القدام هم اللي عارفين دوهيرتي وعارفين مين هو دوهيرتي. فيا معلم خليهم هم يقولوا في الكومنتات بقى مين هو دوهيرتي. ونروح النادي اللي بعده، عشان نروح هنا يعني اوفى لاعب انا شفته في حياتي حرفيا. هبط في الفريق، صعد بالفريق مره وخد بيهم الدوري المعجزه، هبط بيهم تاني وصعد بيهم تاني وعمل كل حاجه حرفيا، ووصل لفريقه لنص النهائي الشامبيونز ليج. فحرفيا جيمي فاردي ب 489 ماتش مع ليستر سيتي في 2012. ففاردي يعني حرفيا فاردي محتاج حلقه كامله نتكلم على فاردي بس. فيعني هنلخص حاجه دلوقتي. فاردي عنده هو كاسر 35 سنه. فجيمي فاردي يعني شابوه جيمي فاردي اللي هو لسه بيلعب لحد دلوقتي، وشابوه اللي هو بيلعب اساسي لحد دلوقتي، وشابوه ان هو اكتر لاعب في تاريخ ليستر سيتي حرفيا ممكن يبقى لاعب في النادي. فجيمي فاردي شابوه جيمي فاردي اللي هو بيلعب في ليستر سيتي لحد دلوقتي اصلا.
ونروح بقى لفولهام، وفولهام عندهم لاعب اسمه كيرني، يعني هو ولا تيرني ولا كري مثلا، هو كيرني فاهم. لعب 329 ماتش، هو جاي من 2015. كيرني حاليا هو ده بيلعب في فولهام. ونروح للاعب اللي بعده، وعندك هنا نادي ابسويتش تاون. عندهم لاعب انا مش عارف انطق اسمه، بس دي صوته، انا حاولت كتير انطق اسمه بس اسمه غريب شويتين تلاتة. بس دي صورته. اللاعب ده جاي من 2018، لعب 200 ماتش، هو لعب 200 ماتش بالظبط. فنروح بقى للاعب اللي بعده، ونروح للنادي اللي بعده، والنادي اللي بعده عندهم اجدد صفقه او اجدد لعيب ممكن يبقى موجود في القايمه. في 2022 نوتنجهام فورست حرفيا جابت كميه لعيبه، وفي الاخر راحت جابت لاعب اسمه عوني من ليفربول. عوني او اوني بيلعب حاليا في نوتنجهام سترايكر، لعب 57 ماتش. الفرق ما بينه وما بين لعيبه زي جيبس وايت مثلا، وايام حرفيا اللي هم راحوا، ده جاب مثلا يوم 20، ده جاب يوم واحد، فاهم؟ عارف اللي هو في فرق ما بينهم ايام حرفيا مع ميعاد التسجيل. ممكن يبقى الاثنين اعلنوا على الصفقه في نفس الوقت اصلا، بس الفرق ما بينهم هو هنا ايام. فاحنا اخترنا عوني، هو اقدم لاعب حاليا في نوتنجهام فورست. ونروح النادي اللي بعده، وهنروح النادي اللي بعده هو نادي برينفورد. وبرينفورد عندك هنا عندهم لاعب من 2016، لاعب 203 ماتش، هو حاليا ربنا يشفيه هو ريكو هنري الباك الشمال بتاعهم. عنده رباط صليبي من السيزون اللي فات، ربنا يشفيه ويقوم بالسلامه. ونروح للاعب اللي بعده، ونروح النادي اللي بعده، والنادي اللي بعده هو برايتون. والسيجلز عندهم لعيب من 2010 هو سولي مارش. سولي مارش من 2010 لاعب 163 ماتش مع برايتون. ونروح النادي اللي بعده هو استون فيلا. وعندك هنا الماك جين جاي من 2018. ماك جين لاعب 239 ماتش مع استون فيلا. ونروح النادي اللي بعده، والنادي اللي بعده هو نيوكاسل. عشان نبدا بقى من السته الكبار، عندك هنا هم اولهم كده نيوكاسل. نيوكاسل عندهم دوبيفاكا اللي جه في 2018، اللي عدى كتير قوي على بريمير ليج. وعندك دوبيفاكا لاعب 163 ماتش مع نيوكاسل. ونروح النادي اللي بعده، والنادي اللي بعده هو توتنهام. وعندك اللاعب بين ديفيز. عندك بين ديفيز جاي في 2014، لعب 330 ماتش، هو برضه زي كريس وول كده، لعب 350، ده لعب 330. هم بيلعبوا ارقام متقفله وبعد كده ما بيشموهاش تاني. بين ديفيز حاليا مع فان ديفين ومع لعيب زي روميرو، هو حرفيا بين ديفيز مش هيشمها حرفيا مع توتنهام. ونروح للاعب اللي بعده، ونروح برضه للاعب اللي زي سولي مارش بيتصاب كتير قوي، هو ريس جيمس. ريس جيمس حرفيا من 2018 مع تشيلسي لعب 163 ماتش بس. ريس جيمس قليل قوي اما بيلعب كوره. وريس جيمس يعني هو ماتشين وهوب تلاقيه متصاب مثلا اصابه طويله شهرين ولا حاجه. ريس جيمس انت لو كنت بصيت اصلا على تشيلسي حاليا كلها، تشيلسي كلها كان حرفيا ما كملتش لعيبه عندها مثلا ايه 2022 2023 2024 لسه جايه اللعيبه اللي ما فيش واحد مثلا 2016 2015 فيش لاعب مثلا عندهم عامل الخبره. هم حرفيا مشوا كل اللعيبه الكبار او مشوا كل اللعيبه القدام اللي في النادي. وتوت بويلي جاب كميه لعيبه، جاب كميه صفقات هنتكلم عليها. محدش فاهم تشيلسي، محدش فاهم ليه مفيش هنا، يعني مفيش هنا اللاعب المالي النظيف، ولا هم بيطبقش اللي على نيوكاسل وليستر سيتي ايفرتون يوفنتوس اي سي ميلان. الانديه الصغيره او الانديه اللي انت يا معلم عارف اللي هم صفقاتهم فيها مشكله شويه، او ما بتجيبش لعيبه كتير او ما بتجيبش لعيبه كبيره، عندها علاقات، عندها غباء اداري شويه، بتروح تقوم جاي لبسهم حته خصم نقاط خصم. بس عندك هنا تشيلسي محدش بيعدي عليها، محدش بيقول لها اي حاجه. عدينا في مسار الحلقه شويه بس هنرجع تاني لمسار الحلقه. وعندك هنا ارسنال عندها ساكا لاعب 224 ماتش. وعندك هنا برضو ساكا جاي من الاكاديميه، جاي في 2019. عشان نروح للاعب اللي بعده هو هيتون، اقدم لاعب واقل لاعب لعب ماتشات في القايمه، لعب 3 ماتشات، هو من 2005. هيتون من 2005 عدى على مدربين زي فان خال، عدى على مدربين زي سير اليكس، عدى على مدربين زي سولشاير، عدى على كميه مدربين. في الاخر هيتون طالع ب3 ماتشات بس. هيتون انا عمري ما شفت كده في الدنيا حرفيا ان في لعيب يلعب من 2005 ل 2024 حتى لو في انديه كتير، بس بيرجع مانشستر يونايتد، قعد في مانشستر يونايتد سنين كتيره،
في الاخر يلعب 3 ماتشات بس، هو مش حارس تالت ولا رابع ولا خامس ولا حارس ناشئين حتى. نروح للنادي اللي بعده هو ليفربول. ليفربول عندك اقدم واحد فيهم هو جو جوميز. جو جوميز اللي جه في 2015 لعب 229 ماتش بس مع ليفربول. ونروح النادي اللي بعده وفي 2015 برضه بطل البريمير ليج حب يروح يجيب لاعب من فولسبورج بعد ما مورينيو سابه، راح يجيبه من 2015 من فولسبورج، راح يجيب كيفن دي بروين عشان يلعب معاه 386 ماتش ويبقى كابتن واحسن لاعب جوارديولا بيحبه حرفيا، احسن لاعب في مانشستر سيتي وواحد من احسن لعيبه البريمير ليج في التاريخ. كيفن دي بروين مش هتكلم عليه كتير، هو كيفن دي بروين اسمه بس كفيل يعمل اي حاجه. في الاخر دي اللعيبه اللي لعبت واكتر لعيبه لعبت في انديه في البريمير ليج. عندنا هنا في لعيبه اكيد لعبت اكتر منها، بس دي اقدم لعيبه في النادي. يعني انت عندك هنا هيتون مثلا، هو اكيد في لعيبه كتير اقدم، اكيد في لعيبه كتير لعبت اكتر من هيتون، بس مفيش لعيب في يونايتد او مفيش لعيب اصلا في البريمير ليج حاليا بيلعب اقدم من هيتون. هيتون بقاله كتير قوي بيلعب، هيتون بقاله كتير قوي في مانشستر يونايتد من 2005. مش شرط يكون اللعيب لعب كتير، بس شرط انه يكون قديم في النادي. كان في الاخر معاكم زياد ماجد، ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس كل جديد. انا زياد ماجد ودي منتدى. سلام.